السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض العاشورة، بس مش اي عاشورة، حاجة كده كريمي وبجد طعمها تحفة وسهلة في التحضير والطعم في منتهى الجمال. يلا نسمي الله ونشوف المقادير ونشوف عملنا ايه. هنحتاج في الوصفة بتاعتنا النهاردة كوباية قمح، انا حطاها في مية من بالليل ليلة كاملة، وبعد كده الصبح بدأت طبعا اشطفها كويس واحطها في الحلة بالشكل ده كده. وبعد كده احط عليها المية، شوية مية كده يا دوبك بس تغطي القمح بشوية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبعد كده هرفعها على النار وهغطيها، واول ما تبدأ تغلي معانا بالشكل ده كده هضيف عليها معلقتين سكر كبار، علشان احنا عايزين حبات القمح نفسها تكون مسكرة. وبعد كده هقلبها بالشكل ده كده وهغطيها، واول ما تبدا تغلي معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده هبدا بقى اقفل عليها النار وهسيب القمح يستوي بالبخار كده. خلاص بعد ما سبته ساعه بقى معانا بالشكل ده استوى، هبدا بقى اضيف عليه اللبن. انا هنا ضفت 3 كوبايات من الحليب من اللي هو اللبن، وهحط عليه نص كوبايه سكر، وبعد كده هحط باكت من الكريم شانتيه، وهضيف الفانيليا. طبعا كميه الفانيليا ترجع لك انت. وبعد كده هحط معلقتين من القشطه. طبعا القشطه بتدي دسامه وطعم حلو قوي. هنا بقى هجيب نص كوبايه لبن بالشكل ده، وهضيف عليها معلقتين ونص كبار من النشا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدأ اقلبها كويس، وبعد كده هضيفها عليها، وهنفضل نقلب لغاية لما القوام معانا يتقل والنشا معانا تستوي، كل ده طبعا على نار هادية. وبعد ما تقل معانا بالشكل ده والقوام تقل زي ما انتوا شايفينه، وهبدأ بقى افضيها في اطباق التقديم، في اطباق، في كاسات، زي ما انت حابة. وكده خلاص بقت معانا بالشكل الجميل ده. اول ما تهدى تبداي تحطيها في التلاجة. عايزه تاكليها كده كليها، لا اما تزينيها بالمكسرات. انا هنا زينتها بالمكسرات بالشكل ده كده. اي نوع مكسرات عندك، ممكن تحطي جوز الهند، زبيب، فول سوداني، اي حاجه بجد بتديها طعم حلو قوي. وبجد جربيها، وسهله وبسيطه وطعمها بجد كريمي وجميله قوي. وكل سنة وانتوا طيبين، ويا رب دايما متجمعين في الخير. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، بجد يا رب يعجبكم، وما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعة للقناة عشان يوصل لكل فيديوهاتي. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.